طريقة جديدة للنصب والابتزاز الإلكتروني. بعد ما نشرت الفيديو الخاص بالعقوبة المقررة لأي حد ياخد صورة حد ويحطها على موقع جنسي، جات لي كمية قصص واستشارات في الموضوع ده والله مرعبة. من ضمن القصص دي اللي لازم نخلي بالنا منها عشان أي حد ممكن يقع فيها، خصوصا المراهقين اللي هم من 18 ل 25. قصة الابتزاز عن طريق الفيسبوك. طب القصة ايه بالظبط؟ تابع الفيديو معايا للآخر، ويا ريت نشير الفيديو علشان كل الناس تشوف الفيديو ده، لأن الموضوع ده والله خطير جدا وجات لي كذا استشارة بسبب الموضوع ده، حاجات مرعبة. القصة عبارة عن ايه؟ واحد بيكون قاعد على الفيسبوك عادي، فحد يبعت له طلب إضافة أو طلب صداقة، وبعد كده يبدأ يتكلم معاه على أساس إن هو بنت. بعد كده البنت دي بتطلب المفروض منك ان انت تكلمها فيديو كول، فبعد كده تروح مكلمك فيديو كول. لما تكلمك فيديو كول في حاجة من الاتنين، يا اما بتستخدم الذكاء الاصطناعي علشان تبين قدامك، هو اساسا ما بتبقاش بنت، بيبقى ولد، يبين قدامك ان في واحدة بتكلمك وانت بتتخدع في الكلام ده، يا اما بيكلمك او بتكلمك وايه وبتقول لك ان هو الصوت مش عارف فيه ايه مش عارف ايه بتاع، لحد ما انت ايه تبدأ تندمج معاها وتتكلم معاها. تقوم هي مصوراك وانت عريان. لما تصورك وانت عريان بقى، تروح جاية بعد كده او جاي بعد كده الشخص اللي بيبتزك ده او حاطط الفخ ده عشان يوقعك فيه، يروح باعت لك من واتساب او يبعت لك من فيسبوك ويقول لك انا معايا فيديوهات ليك وهفضحك وهبعتهم لقرايبك واصحابك، وغالبا بيبقى حد ما تعرفوش او حد تعرفه وهو قاصد يعمل معاك كده، وبيبتزك وبيضغط عليك بقصة ان هو عنده صحابك. فيا ريت يا جماعة ما نضيفش حد ما نعرفوش وما نكلمش حد فيديو كول احنا ما نعرفوش. وبعد كده الشخص ده بيعمل ايه؟ بيبدأ يطلب منك الارقام اللي انا سمعتها واللي جات لي 20,000 جنيه علشان خاطر ما ابعتش الفيديو لحد. وطبعا انت لو بعت 20,000 جنيه يطلب منك 20,000 جنيه و20,000 جنيه تاني و10,000 جنيه تاني و5,000 جنيه تاني، هيبدأ يستنزفك. فيا ريت يا جماعة نخلي بالنا وما نضيفش حد ما نعرفوش، موضوع خطير جدا جدا. ويا ريت الفيديو ده يتشير وكل الناس تشوفه. فولو ولايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.